صباح الفل عليكم، وحشتوني كتير. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة اقول لكم بقى، اول ما صحيت كده من النوم طبعا يومي بدأ بقى بدري النهارده. تمام. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين الاول بمناسبة السنة الجديدة، وربنا يجعلها سنة خير كده عليكم وعلينا ان شاء الله. ويا رب كل اللي نفسه في حاجة محققهاش السنة اللي فاتت يحققها السنة دي ان شاء الله. اول حاجه بقى بقوم كده من النوم طبعا، لسه صاحيه. فقلت بقى ايه ابدا معاكم اليوم واتنشط بيكم كده واشغل الفيديو. اشغل يعني الكاميرا معاكم واعمل فيديو ونشوف يومنا النهارده عامل ازاي. فيديو النهارده بقى يا جماعه، بصوا انا اول ما صحيت من النوم شغلت كده التلفزيون. طبعا التلفزيون كان الولاد بيتفرجوا على فيلم بالليل او حاجه. مهم قمت بقى كده ايه، شغلت طبعا، بحب اشغل القرآن الصبح اول ما بصحى عشان خاطر ايه، يعمل بركة كده في البيت ويطلع اي حاجة مش كويسة في البيت. تمام تمام. اول حاجة بحب اشغل القناة اللي هي بتاعت مكة ديت، بحبها قوي. لانها طبعا بتبقى حصري يعني مباشر، فبحب اتفرج عليها. بس كده بشغلها بقى واسيبها شغاله بقى اليوم كله، يعني ممكن انسى الشاشه اللي بره دي شغاله اليوم كله. قلت بقى هنا بصوا الصاله. دخلت طبعا. معتز كان حاطط ديسك المذاكره، كانوا بيلعبوا يعني في الصاله وكده. فقلت بقى خلاص اشيل بقى. وهنا بقى فتحت الشبابيك والحاجات دي. هنا بقى البطاطين دي كنا غاسلينها، لان عندي كان عدي ومعتز كانوا تعبانين، وعدي كان مرجع على البطاطين دي، فقلت بقى اغسلها، كنت غسلاها يعني. وخدتها كده رحت نشرتها. وهنا الحافظات دي بتاعت الارض برضو كنت غسلاها ومنشراها، كنت رايحه اشوفها نشفت ولا لا. والشوزات بقى والحاجات اللي هي ايه في البلكونه دي بشوفها الاول، بحيث ان انا ايه لو عندي غسيل عايزه انشره عندي حاجه يبقى البلكونه عندي فاضيه وتمام. بس عايزه اقول لكم الغساله مخليه الشوزات عندي قشطه 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 كده فله. ليه بقى؟ بحط كلوروكس وبحط حبة حبة صغيرين من الأوكسي وبديها لفة كده، ولا بتقطع ولا بتعمل ولا أي حاجة. هي ممكن تقطع بقى لو حاجة جلد، يعني لو حاجات بقى جلد أو حاجات كده ما ينفعش تدخل أصلا، فممكن تقطع. إنما الكوتشات والحاجات دي بتروح زي الفل في قلب الغسالة. تمام تمام. لو وصلتوا لحد هنا يا حبايب قلبي ما تنسوش تحط اللايك، حط اللايك. بس قلت بقى بعمل اول حاجه ايه، هقول لكم. تعالى اقول لكم. اول حاجه معتز بقعد معاه الصبح، بقعد معاه بتاع ساعه ساعه ونص بالكتير، ولو طولت كمان يبقى ساعتين. وبساعات دلوقتي بخليهم الساعتين يا اول ما اصحى، يا اما في الساعتين الاثناء اللي النور قطع فيهم. فطبعا ايه بستغلها بصراحه فرصه دلوقتي، واقعد ايه اذاكر معاه شويه، لان معتز كان بيروح الدرس. فعايزه اقول لكم ان المدرسه بتاعت الدرس بصوا، مش عايزه اتكلم يعني في تفاصيل. بس يعني ايه، يعني مش مستجيب معاها، مش حاببها. بيروح يتعامل معاها كده معاملة باردة خالص. مش عايز يستجيب، يسمع لها وشاطر وحافظ وكل حاجة، بس يروح عشان يسمع عندها ما يرضاش. الا لما انا اروح، بصوا انا عاملة كراسة اللي هي للبيت، كاتبة فيها الحاجات اللي انا ايه بعملها، وكاتبة فيها كمان الحاجات اللي انا بديها المعتز، بحفظه قرآن ايه، بعمل ايه كده الحاجات دي. لان طبعا انتوا عارفين يعني دي من اساسياتنا ان احنا ايه نقعد يعني نذاكر لاولادنا ونساعدهم والحاجات دي. طبعا تأسيس دلوقتي كل اللي عندها تأسيس في بيتها بصراحة انا بقول لها الله يكون في عونك، لان مش عايزة اقول لكم حتة ان انت تأسسي طفل دي في البداية كتابة وحاجات كده صعبة فوق الغاية، يعني صعبة جدا يعني. وحاجة تانية ان انت بتبدأي حاجة من اول وجديد، فاهمة اللي هو ايه. المدرسين كمان حاجة تانية. بصوا بقى المدرسين ايه عايزين، الطالب من هنا يروح عندهم وهو اوريدي فاهم، هو اوريدي بيكتب، بيعرف يمسك القلم وبيكتب. مش ما عندهوش طاقة النهاردة، يعني مفيش مدرس النهاردة عنده طاقة ان هو يعلم ابنك ازاي يمسك القلم. فرجاء بقى اللي عنده طفل بقى صغير او حاجة، ابدأوا معاه من 3 سنين ونص في مسكة القلم. يمسك القلم مرة، يقطع كراسة مرة، الحاجات دي. 3 سنين ونص حلوة قوي. هيدخل 4 سنين هيبدأ بقى ايه، ياخد حروف، ياخد إيه يعني انجليش، ياخد حاجات كده ايه، يعرف بس الشكل حتى، يعني يعرف شكل الحرف ايه ويعرف شكل الكلمة ايه وحاجات كده. بعد كده بقى بعد ال4 سنين يبدأ بقى ياخد ايه، يكتب بقى حلو، يعرف بقى الكلمة اللي هيكتبها شكلا وكتابة. تمام تمام. هنا بقى ده كان عندي بقى ايه نص كيلو، كنت جايبه البرتقال ده. ده مش نص كيلو، ده كان اكتر، بس احنا كنا واكلين منه يعني. فالمهم تن في الطبق كده ومحطوط على السفره، لا الولاد راضيين يقربوا منه. وخلاص الواحد بقى انتوا فاهمين يعني ايه، واحده في واحده وخلاص الواحد زهق بقى. فانا كنت بقشره باكل انا موزه، فقلت لا خلاص بما انه كده هيبوظ. ولقيت فيه يعني الجنب بتاع البرتقانه كده خلاص راح يبوظ يعني.
قلت لا الحقه وامسكه كده اقشره واروح مقطعه حاطه في كيس، يعملوا في نفس اليوم عصير للولاد فريش يكون حلو كده ودخلهم جسمهم فيتامين سي. وطبعا يعني ولادي تعالوا في الحاجات اللي فيها فايده دي استحاله اقربوا منها. ف يا اما هشيله في كيس في الفريزر مش هيزعلني برضو، المهم ان انا اكون ايه استفدت بيه وما يترميش يعني خساره يعني. بس فقلت بقى ايه ابدا كده وانا بذاكر لمعتز، حطيت معتز جنبي على السفره وقعد بصوا بمليه الاول. يعني ايه ابدا املي الاول الحاجات اللي احنا خدناها كلها اراجع عليها يتملاها واشوفوا الدماغ ايه صاحيه معايا ولا مش صاحيه. بعد كده بقى ابدا ادي حاجه جديده، في حاجه وقعت مننا في السكه نعيد عليها تاني قبل ما ناخد جديد. تمام علشان يفضل ايه متذكر كل اللي انا اديتهوله. هنا بقى عايزه اقول لكم البرتقال ده كان حاجه كده سكر سكر سكر، والله العظيم كان جميل قوي. بس عندي عدي من النوع اللي مش بيحب الايه. بصوا انا بقشرها جامده كده علشان بيبقى فيها جنب القشره بس من بره اللي هي لحقت تبوظ، فبشيل يعني بقشط منها كده حته واقطع بقيتها النضيف كله سليمه وزي الفل ما فيهاش اي حاجه. فقلت بقى ايه امسكهم كده انضفهم واقطعهم واحطهم في كيس. هنا بقى كان عندي وجبه غسيل كده كنت لازم احطها في الغساله. علشان يعني انتوا عارفين اول حاجه بنبداها ان احنا نحط دوره غسيل في الغساله يعدي من علينا بقى شويه الغسيل اللي موجودين يبقى الغسيل خفيف علينا والمسحوق ما يبقاش كتير. هنا بقى كان عندي دوره الملايات دي وشويه الحاجات اللي اتحطوا دول. حطيت بقى حبه المسحوق بتاعي اوكسي وشويه كلوروكس الوان. طبعا اللي هيقول لي الكلوروكس مقاطعه اقول له معلش مش هقدر اغير، لان بصراحه هو حاجه كويسه مش لاقيه بديل ليه يعني. من هنا لحد ما الاقي بديل. عندي درج الغساله ده بقى ما بعرفش احط فيه الاوكسي ولا اي احط فيه اي مسحوق بصراحه ملوش لازمه يعني. بتحط فيه اولا المسحوق بيكلكع ما بيبقاش حلو، وبعدين بيجمد فيه كده وبيبوظ درج الغساله تيجي تفتحي الدرج وتقفليه ما تعرفيش. فهو كده خلي الميه تنزل منه على نظافه. بحط المسحوق بتاعي في ارضيه الغساله واشغل الميه الاول يا اما احط المسحوق. اخر مره بتاع الصيانه قال لي لا حطي الغسيل وحطي المسحوق عليه. فانا بصراحه كنت مبطلاها يعني الخصله دي بس قال لي لا حطي المسحوق حطي الغسيل عليه علشان الغساله هتبدا تشغل نفسها بنفسها. انما انت تحطي ميه تحطي ده قال لي فيها ضرر على الغساله. معرفش بقى كل مهندس وليه طريقه يعني. بس هنا بقى احنا دخلنا بقى على فقرة المواعين بتاعتنا دي يا بنات. بصوا عايزه اقول لكم ان انا يعني انا ما بحبهاش تتكوم والله. بس ساعات وارد ان يكون عندي مثلا ايه مش فاضيه بره، تعبانه شويه مش عارفه ايه مجهده وارد ان انا اسيب مواعين في الحوض. لا هنا بقى دول كانوا حاجات خفافه كده بدري بدري على طول على طول كده رحت ايه مطلعاهم علشان خاطر اول حاجه انا ما بحبش السكاكين دلوقتي. وانا بنوته وكنتش بسمع كلام ماما لما تقول لي بلاش السكينه تتحط في الحوض والميه تيجي عليها بتبوظها فعلا دلوقتي. اول حاجه السكينه على طول اول ما اعمل باي حاجه في ثواني تلاقيني ايه مسكتها غسلتها كده وشلتها نظيفه بحيث ان هي ايه بتاع الحديد بتاعها ده بيبرد بقى بعد ما تيجي تشتغلي بقى بعد كده تلاقيها ما تنفعش. بس فقلت بقى كان عندنا كوبايات دي كانت تقريبا شاي بلبن الصبح والصينية والمعالق والحاجات دي واطباق وحاجات كده. قلت لا نمسكهم نغسلهم بسرعة علشان الحوض يبقى نضيف لو هنشوف بقى نعمل غدا او اي حاجة. وطبعا ايه عايزه اقول لكم تعالوا اشربوا معايا قهوه عشان انا القهوه بتاعتي قربت تبرد. بس يا جماعه قلت بقى ايه فقره المواعين دي انا بحب اطلعها لان في ناس قالت لي احنا بنتحمس قوي لما بنشوفك بتغسلي مواعين بيبقى هين علينا نقوم نغسل تاني. آه، بصوا هنا بقى انا خلصت المواعين كلها. وقلت بقى ايه اخد رف من المطبخ النهارده عشان ما اقفش اعمل المطبخ كله اتعب. لا الرف اللي هعمله بعد كده هحافظ عليه. كان هنا المطبخ الرف ده قلب في المطبخ كده زي درج. كان عدي يعني بياخد حاجه من المطبخ وقلب فيه كركم. فالكركم انتوا عارفين بقى اصفر وبيلطش وبيبهدل الدنيا. بصوا حتى بصوا باين في الفراغات اهي. فانا قلت بقى اجيب باور كده. وطبعا انا شايله البتاع المفرش الدنيا نظيفه وكل حاجه تمام مفيش حاجه لان انا بعمل هو على طول الدرج ده علشان ايه اكتر حاجه ايدي فيها المطبخ هو الدرج ده. بصوا مش عايزه اقول لك يعني ده كل حاجه بوكي ممكن احطه فلوس احطه اي حاجه اي حاجه. حتى لو اكسسوار في ايدي احطه في الدرج ده وارجع بعد كده على الروقان انضفه يعني زي ما انتم شايفين بقى كده. بس فانا ايه بدأت بقى امسك وانضف كده وارتب تاني المفرش مسحته. بصوا مكان الكركم معلم فيه. فطلع كده بقى على قد ما قدرت ان شاء الله نبقى نغير المفرش باذن الله. البرطمانات بقى مسكتها كلها مسحتها وعدت عليها ورتبتها بقى. وعرفت اللي انا عندي ايه واللي مش عندي ايه المطبخ يعني الدرج ده حاطه فيه توابل شعريه حاجات مشروبات اللي هي الحاجات بتاعه البرد بقى ولا انتوا عارفين الحاجات دي كده يعني. اللومي والحاجات بقى ينسون نعناع حلبة
فشار، الحاجات اللي هي السهلة دي اللي تبقى إيه تحت إيدينا، بس ما تبقاش على الرخامة بقى مبهدلة لنا الدنيا. فأنا باحطها جوه في الرف ده بحيث إن هي تبقى متدارية وملمومة يعني. شو بصوا بقى باقول لكم إيه، شوية فنكوش وشوية فشار وكده يعني. بس قُلت بقى أعمل الرف ده في اليوم ده وأخلّصه، ويبقى مثلًا كل مرّة أدخل أغسل المواعين فيها، أعمل حاجة في المطبخ، رف في المطبخ تاني. يعني مثلًا بُصّوا عندي ينسون، تِليو، الحاجات اللي هي الإيه، مشروبات بقى السخنة بتاعة البرد وبتاعة الشتا والحاجات دي. فكان في حاجات بقى استخدمتها وأنا بارُص كده بعيني كده، عرفت إيه اللي عندي، إيه اللي مش عندي، إيه اللي ناقص، إيه اللي عايزة أكمّله، الحاجات اللي هي إيه أنتم عارفينها دي. بس هنا بقى قُلت بقى إيه، أمسح البرطمانات